خدي بالك وانتي بتعملي الأكل. 11 تركة هنقولهم في الفيديو ده. لو ما سمعتيش الفيديو أنا مش مسؤولة. احفظي الفيديو لأنك هتحتاجيله جدا. هيا بنا. لما الرز يستوي هتحطي فوطة على الحلة وتغطيه، هيمتص البخار وهيطلع مفلفل معاكي. أي طبيخ بتطبخيه حطي رشة سكر صغيرة على الصلصة، هتكسري الحموضة وهتظبط الطعم معاكي. وانتي بتعملي الكنافة قبل ما تحطي السمنة رشي شوية لبن دافي على الكنافة، هتطلع معاكي مقرمشة وطرية. هنا بقى رشة نسكافيه خفيفة على اللحم هتدي لون حلو وطعم. وانتي بتعملي الكفتة هتحطي عليها رشة بيكنج باودر، هتطلع معاكي طرية وناعمة. وانتي بتشوحي البصل حطي عليه رشة سكر بسيطة، وهو بيتشوح هيديكي لون وطعم حلو قوي زي المطاعم. البتنجان مش عايزاه يشرب معاكي زيت كتير، رشي عليه رشة نشا قبل الأكل. الفراخ وعايزة تضمني إنها ما فيهاش أي زفارة، قبل ما تغسليها ادعكيها بالطحينة، هتتخلصي من كل الزفارة. هنا بقى هنرش رشة مية خفيفة على العيش قبل التسخين، هترجعي له طراوته ومش هينشف معاكي. عاوزة القطايف ما تشربش زيت معاكي وتطلع مقرمشة، حطيها في التلاجة شوية قبل ما تقليها. البط قبل ما تطلعيه من الفرن ادهنيه بمية مع عسل اسود وهيطلع جميل جدا.